السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشجعي نادي الاتحاد السعودي حوالين العالم. نادي الاتحاد السعودي الآن يضع اللمسات الأخيرة على إحدى أهم الصفقات وأعرق الصفقات وأقوى الصفقات، ويمكن من أكتر الصفقات اللي هيكون ليها إن شاء الله تأثير على أرض الملعب. مش لاعب قيمة سوقية عالية وعالمي ومعروف، ولكن صعب إن هو ينسجم معانا. الصفقة اللي هنتكلم عنها النهاردة للاعب سنه صغير حوالي 24 سنة، وهو جاي لهدف محدد. هو جاي عشان يكون بديل حجازي، وده لأن أحمد حجازي وبشكل رسمي خارج أسوار نادي الاتحاد بنسبة كبيرة جدا، وده بسبب الإصابة. تعالوا مع بعض نشوف هي إيه الصفقة. وفق كل الصحف الكل يؤكد أن خلال الشهور الماضية ودائما اسم حسان تنبكتي مدافع فريق الشباب السعودي يرتبط بالانتقال لعدد من أندية دوري الروشن في ظل المستويات التي يقدمها المدافع الشاب رفقة منتخب السعودية وفريقه أيضا الشباب. تنبكتي ظهر مع منتخب السعودية في مونديال قطر 2022 ليكون من ضمن الأسماء التي جذبت الانتباه، خاصة في لقاء الأرجنتين التاريخي والذي حسمه الأخضر بنتيجة 2-1. مستويات تنبكتي الثابتة جعلت كبار أندية دوري روشن تريد التعاقد معه مثل أندية اتحاد جدة والهلال، ليكشف خالد البلطان رئيس نادي الشباب السابق عن تلقيه عرض بقيمة 40 إلى 60 مليون ريال من ناديان يرغبان في التعاقد مع تنبكتي. وخلال البطولة العربية الأخيرة اللي هي بطولة كأس الملك سلمان، عاد اسم تنبكتي ليرتبط بالرحيل عن الليوث، حيث ذكرت تقارير صحفية سعودية أن المدافع صاحب 24 عاما سيكون أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي. سيبكم من الرقم اللي أنا قلت لكم عليه 40 أو 50 مليون ريال، تعالوا أقول لكم الرقم الأشد. وأكدت تقارير صحفية سعودية أن رسوم انتقال تنبكتي لن تقل عن 100 مليون ريال، في ظل رغبة نادي اتحاد جدة الاستفادة من خدماته. وطبعا هناك بعض من الأندية الأخرى تحاول الاستفادة من خدمات تنبكتي. والسبب الأساسي لانتقال تنبكتي زي ما قلت لكم هو النقص العددي في الدفاع. وطلب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد إدارة الرئيس ألمار الحائلي بضرورة التعاقد مع لاعب مدافع في الصيف الجاري، خاصة مع النقص العددي الذي يعاني منه الفريق. المشكلة التي واجهت نونو سانتو هي إصابة المحترف المصري أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي بنهاية الموسمين الماضيين. موقع سبورت 24 أكد وقال إن الاتحاد السعودي هو اللي حسم الأمر مع نادي الشباب ووافق على كل شروطه. وقال أيضا كشفت مصادر خاصة عن موافقة نادي الاتحاد على طلب إدارة الشباب بخصوص شروط إتمام صفقة انتقال حسان تنبكتي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لسبورت 24 أن الاتحاد وافق على طلب إدارة الشباب باستعارة عبد الرحمن العبود، بالإضافة إلى تقاضي مبلغ مالي مقابل إعارة حسان تنبكتي لمدة موسم واحد. إذن الأمر هيكون تبادلي. على أي حال، كل التوفيق لحسان تنبكتي، كل التوفيق لنادي الاتحاد السعودي، واللي كمان عنده مباراة مهمة جدا النهاردة مش هيلعب فيها حسان تنبكتي، هيلعب المباراة المقبلة بإذن الله، المباراة في الدوري السعودي أمام نادي الرائد القوي جدا جدا. ومن المتوقع أن نادي الاتحاد السعودي النهاردة يلعب بتشكيلة حراسة المرمى جروهي، وخط الدفاع أحمد بامسعود، فابهينهو وأحمد شراحيلي ومهند الشنقيطي، خط الوسط كانتي وكورنيدو وجوتا ورومارينهو، بالإضافة إلى خط الهجوم كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله. إلى هنا انتهت حلقة اليوم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.